يا صباح الفل، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. النهارده هعمل معاكم بقى اكلة سي فود، انما ايه معتبرة. انا قسمتها على فيديوهين لان الفيديو كان طويل جدا، لان عملت فيه كذا صنف. اول حاجة بقى هعملها اللي انا هنضف الجمبري من الكيس الرمل اللي بيبقى فيه. هو بيبقى من الظهر كده، بفتحه بالمقص او ممكن تعمليه بالتوثبيك، بس انا بفضل ان انا افتحه بالمقص علشان اتاكد ان كل حاجة طلعت منها. ودي كابورياية وقسمتها نصين. وفي جمبري، جزء من الجمبري قشرته وهعمل عليه شوربة. انا بالنسبة لي قشر الجمبري ده بجد بيبقى كنز عندي، بعمل بيه شوربة، ممكن بعمل بيه رز، بجد بيبقى تحفة جدا ومش برميه. قطعت بصلاية وحطها في الكبة. عايزاكي بس قبل ما ندخل في بقية الوصفة تحطيلي لايك واشتراك في القناة وتكتبيلي رأيك في الفيديو. بس ابتديت بقى ان انا احمر البصلايه زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليها شويه من شوربه الجمبري عشان هعمل بيها الرز. بجد بيديله نكهه انزل حلوه عليها جدا. بشوية من الكمون والملح والبهارات اللي هي الكاري علشان تديله كده لون مصفر ويبقى جميل. حطيت عليه شوية فلفل اسمر، وغسلت الرز وصفيته كويس جدا، ونزلت عليه بقى ايه بالشوربة. بجد بتبقى طعمها حلو جدا، وبتحسي ان الرز فيه جمبري، هو اصلا مش فيه ولا جمبرية، هو بس معمول بشوربة الجمبري دوت. بقى ايه السي فود، جبت كابوريا وقسمتها نصين، والجمبري اهو بعد ما نضفته وقشرته، وده سلمباء وصبيت مقطعاه كده ايه قطع صغيره. هجيب بقى الحله واحط عليها الزبده، وهعمل بقى شوربه السي فود. حطيت بصلايه، وهحط عليهم فصين توم مفرومين كبار، وهبتدي ان انا اول حاجه هنزل بيها السرمباء والسبيت، لان هما دول اللي بياخدوا شويه سوا عن الحاجات التانية، لان بيبقوا ناشفين شويه. هبتدي بقى اشوحهم في الزبده وهقلبهم كده كويس جدا. بجد الشوربه كده طعمها تحفه تحفه تحفه. انا حطيت شويه زيت على الزبده علشان ما تتحرقش، وهنزل بقى عليهم بالكابوريا وهشوحها برضو تشويحه بسيطه، هي مش هتاخد وقت. وهنزل عليهم بفصين توم مفرومين، انا عايزه التوم بس ريحته تطلع. وانزل بقى بالجمبري وهديله تشويحه كده بسيطه، هو مش بياخد وقت. اكتر حاجه كانت بتاخد وقت هو السرمبات والسبيت. هو بس كده هحط عليها بقى ملح وفلفل صغيرين، شويه فلفل صغيرين، وهنزل بقى عليهم بشوربه قشر الجمبري. انا ما حطيتش ملح ولا بهارات كتير لان الشوربه كانت مبهره معايا. وجبت بقى كريمه الطهي، بجد كانت طعمها حلو قوي وفرقت جدا في طعم الشوربه، بقت عامله زي احسن من بره بكتير. دوت كرفس، انا بعد ما كل حاجه استوت نزلت عليهم كده بشويه كرفس، وحسيت اللي هي عايزه كاري، حطيت لها شويه كاري، ونزلت عليهم بقى بشويه كريمه طهي. بجد كانت طعمها حلو جدا، ووديتها في حته تانية، عزيتها كده وخليتها طعمها حلو قوي. ونزلت عليهم بشوية لبن. ما حبيتش ان انا اكتر في شوربة الجمبري علشان هي كانت طعمها دسم جدا، كانت طعمها مركز، فحبيت ان انا اخففها بشوية لبن. ما حبيتش احط عليها شوية مية، فضلت ان انا احط لبن. هندخل بقى على الوصفة اللي بعدها. هعمل جمبري بتر فراي، بجد بتبقى طعمه تحفة. انا كنت اول مرة اجربه، كلته مرة برا، كنت في القلاع اللي في اسكندرية، بجد بيعمل اكل حلو قوي سي فود. فاكلته منه، فقلت ان انا اجربه. انا بحب ان انا اكل اكل بره مثلا غريب واجي اجربه في البيت، بيطلع احسن واطعمه انضف. هبتدي بقى ان انا انضفه، بشيل الكيس الرملي وبشيل الرجول بتاعته والشين بقى علشان ما تضايقنيش في الاكل. هبتدي بقى ان انا هنضفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهغسله كده غسله سريعه في تحت الميه. واجيب بقى بوله واحط عليها ليمونتين ومعلقه وفصين توم مفرومين كبار، واحط عليهم زبده. سيحت الزبدة مع شوية قشر ليمون، واحط عليهم بقى ملح وكمون وفلفل وبهارات. وبس كده. لو عايزة تشطشطيه شوية حطي عليه شوية شطة صغيرين، ونزلت عليه بشوية كرفس صغيرين جدا. حابة لا يسكروا، برضو بيديله طعم حلو قوي. هو بيعتمد على الزبدة، فسيحت، حسيت ان الزبدة كانت قليلة معايا فسيحت شوية زبدة. وبس كده. هاجي بقى احشي الجمبري بالشكل ده، بجد بيبقى طعمه حلو قوي. عجب كل اللي ضاقوا. انا عملت بس كمية صغيرة لان انا عاملة اصناف كتير. بس كده هسيبه بقى ياكل في الملح بتاعه لحد ما اعمل الوصفة التانية. جبت بقى السبيت وقطعته كده بالطول، قطع رفيعة بالطول، وحطيت عليه ليمون وثوم وملح وكمون وشوية خل صغيرين، وهبتدي ان انا اتبله.
هقليهم المرة دي مش هشوحه كده يعني، هقليهم. جبت بقى بولة وحطيت فيها شوية نشا ودقيق، وهحط عليه بقى السبيط بعد ما تبلناه وسبناه شوية اللي هو ياكل في الملح بتاعه، وهقلبه بقى في الخليط ده، وهبتدي اللي انا اقليه بس. وبعد ما غلفته كويس جدا بالدقيق والنشا، هبتدي بقى اللي انا اقليه كده، هحط واحده واحده علشان ما يلزقوش في بعض. انا عارفه ان الفيديو ده ممكن يطول معاكم، بس استحملوني لان هو فيه وصفات كتير. وعلى ما السبيت يتقلي معانا ويتحمر، جبت بقى طاسة تانية اللي كنت مسيحة فيها الزبدة، وهبتدي اللي انا اشوح فيه الجمبري. الجمبري يا جماعة ما بياخدش وقت خالص على النار. هحطه كده اول حاجة من على ظهره، واول ما لونه يتغير هقلبه على بطنه، وهحط بقى باقي الخليط اللي احنا كنا عاملينه ده اللي هو يتقلب فيه ويتشرب كله كده من بعض. وبس كده، ده الرز بتاعنا. بجد كان طعمه حلو قوي، تحس اللي هو فيه جمبري، بس انا خدعتهم وحطيت فيه شوربة قشر الجمبري بس. والجمبري اهو استوى. بجد كان طعمه حلو قوي. والصوص ده طبعا مش هنرميه، كان طعمه حلو قوي، ممكن تاخدي منه وتغمسيه او تحطيه على الرز. ودي الشوربة بتاعتنا برضو خلصت. بجد الاكل كان طعمه حلو قوي وعجب كل اللي داق منه. وبس كده، لو عجبتك بقى وصفة النهاردة انتظروني بس في بارت 2، لان انا كنت عاملة سمك برضو جنبيه كان طعمه حلو بزيت والليمون. استنوني بقى في الفيديو اللي بعديه، هنزلكم بقية الوصفة. بس لو عجبتكم الوصفة وفيديونا النهاردة واستفدتوا حاجة حتى لو حاجة صغيرة، ما تنسينيش باللايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس، تكتبيلي كومنت حلو منك يشجعني. وباي باي.